هو التوكيل لما بيقول لك الزيت بيتغير كل 6 شهور حتى لو ما كملتش ال 10000 كيلو بينصب عليك عشان تعمل صيانه زياده وياخد منك فلوس؟ في الحقيقه لا، هو مش بينصب عليك ولا حاجه. وانا هنا مش بنفي ان ساعات في مهندسين ما عندهمش ضمير بيلبسوك في تغيير قطع غيار لمجرد ان هم يحققوا تارجت عندهم. انا دلوقتي بتكلم عن موضوع تغيير الزيت كل 6 شهور بس، مش اي حاجه تانية. لو متابعني من زمان وشفت الحلقات اللي اتكلمت فيها عن الزيوت وعن العربيات اللي مواصفاتها مطابقه لمواصفات اليورو 5 واليورو 6، هتعرف انك لازم تستخدم لها انواع معينه من الزيوت، والزيوت دي اسمها لو سابس، بالبلدي يعني زيوت الاضافات فيها اقل، محطوطه بنسب معينه ودقيقه. وعشان كده الزيوت دي اقصى مده تقعدها في الموتور هي 6 شهور قبل ما الاضافات اللي فيها اللي هي اصلا قليله يبدا يحصل لها اكسده ونسبتها في الزيت تبدا تقل. وبالتالي عشان تحافظ على كفاءه الزيت بتاعك لازم تغيره كل 6 شهور حتى لو ما كملتش ال 10000 كيلو. مجرد ان الجيركن اتفتح واتحط في الموتور تبدا تعد ال6 شهور. اما بقى لو بتحط زيوت مواصفاتها مش لو سابس، الزيت ممكن يكمل معاك سنه عادي جدا قبل ما تحتاج تغيره، زي الزيوت اللي مواصفاتها A A3 B4. بس مش معنى كده ان انت تروح تستخدمها بدل ما تستخدم زيوت لو سابس عشان تغيرها كل سنه بدل 6 شهور. انت كده هتضر الموتور بتاعك ومنظومه العادم بتاعه العربيه اللي هي بالبلدي يعني علبه البير، بتبقى ما عملتش حاجه. لو عايز تعرف الزيت بتاعك بيتغير كل 6 شهور او كل سنه، اكتب لي في الكومنتات نوع الزيت اللي بتستخدمه والمواصفه بتاعته، وانا هرد عليك واقول لك بيتغير كل 6 شهور ولا كل سنه.